النهارده ست الحباب هتعمل الاكله الشتويه اللي هي الشكشوكه. ادي البيض وادي الطماطم، ويلا بينا نشوف البصل. وادي البصله يا حبايبي يا نور عيني. البصله حطت لها بس مع حبه ملح اهي. البصله اهي. يلا نحط بقى ايه عليها الطماطم. النهارده دي الاكله الشتويه بتاعتنا، احنا بنحب الشكشوكه يا حبايبي يا نور عيني في الشتاء. هي صحيه وجميله. اهي يا حبيبتي لقيت البصل هتحمر جايه خالص مني كده، وبعدين قلت انزل الطماطم. نزلت الطماطم بقى، هسيبها تاخد وتدي مع بعضها تتسبك، وهنحط البيض معاكم برضه. اهو يا حبيبتي انا بعمل الشكشوكه، انا قلت هعملها معاكم برضه. اهو بص، بسم الله الرحمن الرحيم. انا لابد نحط البيض زي ما انت شايفه كده في ايه، في حاجه يمكن بيضه تكون وحشه ولا حاجه. اهو يا حبيبتي البيض انا حطيته اهو زي ما انت شايفه، الواحده بوحدتها. هسيبه ياخد ويده مع بعض وايه، وهرجع لكم. النهارده الشكشوكه الشتويه الجميله اللذيذه، خلي بالك من اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب. ورجعت لكم يا حبايبي على الشكشوكه الجميله اللي شكلها يتكلم عنها. شوف الشكشوكه الشتويه، البيض جميل بالطماطم بالبصل، بس احنا ما بنعملوش حاجه زياده. بصي جميله ازاي. بصي انا بوريكي بس. بصي دي بيضه دي، شوفي انا عامله البيض النهارده جميل ولذيذ وشكله يتكلم عنه. انا عاملاها معاكم يا حبيبتي الشكشوكه واحده واحده معاكم. وان وصلت كده خلي بالك من اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي يا نور عيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال. انا بشكر حبايبي جوه مصر وبشكر حبايبي بره مصر. بالله عليكم ما تنسوا اللايك وادخلوا شاهدوني زي انا ما بشاهدكم. ويلا يا حبيبتي يا نور عيني نشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي.